يا مساء الفل وحلقة جديدة من 300 متر تتابع. رجعنا لكم تاني على أمل تعويض الخسارة. تعويض انت الخسارة. ايوه انا اللي جاي اعوض الخسارة. ماشي نشوف. طبعا لو شفتوا الحلقتين اللي فاتوا فانا للاسف اترقعت في الاثنين بالدريم تيمز اللي انا جبتهم. فالنهارده ان شاء الله محاولة جديدة ان انا ارجع. هنشوف. ومعانا كابتن صدوق الحكم الدولي من ورا الكاميرا. الحكم الدولي اللي مش متحيز لياسين خالص. يا عم هو لسه الراجل قال كلمة ما تسيبه. طيب يا عم ده ايه الكابتن الشكاوى هيتحط تحت في يا لهوي على انا بس عايزك تاخد ده في الاعتبار. تمام. ماشي. اعتبار ايه يا ابني؟ جايب لنا ايه يا صدوق النهارده؟ اسئله جامده. عايزين بس كده اسم لكل فريق عشان سميته فريق. احنا السيرفنجر. ماشي احنا فريق الرجاله المحترمه يا سلام. عشان الرجاله معايا فعلا محترمه. جاهز؟ يلا يا عم. يلا بينا. السؤال الاول معانا، محتاجين موبايلاتكم، كل واحد يفتح النوتس كده عشان الاقرب هو اللي هيبقى الصح. انا بستلف موبايل عشان السؤال ده بس. ماشي يلا. السؤال الاول، عايزين عدد اهداف لويس سواريز مع نادي برشلونه اوفر اول. عدد اهدافه اوفر اول مع برشلونه في الدوري وفي الشامبيونز ليج وفي كله. الكاس وكله. لا اوفرول دي يعني الدوري بس. ماشي. طب ركز مع اذنك في موبايلك عشان انا ايه. ثواني. هو سواريز لعب كام سنة مع برشلونة؟ مش عارفين. يلا. جاهزين؟ يلا. اجابات. هو يقول الاول. 164. 230. تمام. سواريز جاب مع برشلونه في الدوري 147. ماشي. كاس الملك 19. كاس العالم للانديه 5. اه السوبر الاسباني جون والسوبر الاوروبي جون، بتوتال 198. والنقطه تروح للرجاله المحترمين. ماشي. حبيبي كابتن لويس سواريز اوفر ريتد. كده 1-0. اهلاويه جامدين في جرس بقى هندوس عليه. يلا. انت مركز. يلا. هو انا بقلق بقى من كلمه اتنين اهلاويه جامدين دي. هتلاقي بقى ايه 6 اسئله محل جاي. على حسب انت مصنف نفسك بقى يا عم. لا انا مش مصنف نفسي يا عم. فاينل الاهلي والترجي 2012، ماتش الذهاب خلص 1-1. مين سجل جون الاهلي؟ ياسين. ده الاول. هو نفسه شاكك هو داس الاول ولا لا؟ هو. طب انت تقول ياسين. طيب. انا ده الاول. 5. محمد فضل. اجابه غلط. سيد حمدي. اجابه صحيحه. 2012. والله فاكرها 2010 بتاعت الرامو. انهي واحد؟ 2010. طب ما هو 2010 يا عم يا ابني هو خبط سأل في محمد فضل. طب ماشي يا عم خلاص. وبعدين محمد فضل مش هو الوحيد اللي جاب انت جبت كام دلوقتي؟ نقطة. ما انا جايب نقطة قبلها يعني العب. السؤال الثالث، ديلي ألي حاليا بلا نادي. ماشي. ايه اخر نادي لعب له ديلي ألي؟ لعب له ولا ارتبط بيه؟ ماشي. آخر نادي. بشكتاش. غلط. ايفرتون. غلط. الإجابة الصحيحة هي كومو. كومو. يا لهوي كومو انا عارف. السؤال الرابع في البريمير ليج، مين آخر لاعب إنجليزي يفوز بهداف الدوري الإنجليزي قبل هاري كين؟ قبل هاري كين. قبل هاري كين. قبل هاري كين ايه؟ قبل هاري كين مايكل اوين. غلط. 5. ديفو. غلط. هي إجابة بيزك جدا، هو جيمي فاردي في موسم 19-20. السؤال الخامس، هقول لكم 5 لعيبة، آخر 5 لعيبة انضموا من نادي تشيلسي لنادي أرسنال. ملخبطين. آخر 5 انضموا ملخبطين وعايزهم بالترتيب. 1 2 اخر 5 انضموا متلخبطين. وعاوزهم عايزهم بالترتيب من الاحدث للاقدم ولا بالظبط. العكس؟ من الأحدث للأقدم. ماشي. اكتبوا بقى الأسامي. هافرتز، كيبا، جورجينيو، مادويكي، ستيرلينج. نبدأ من الأحدث للأقدم صح؟ يعني رقم يلا. 1 هو الأحدث. نبدأ. انا يلا. جاهز يا عم. ماشي، كل لعيب صح في مكانه بنقطة، وأكتر واحد جايب نقط هو اللي هيبقى الفايز بالسؤال. ماشي. انت لسه بيكتب لحد طب دلوقتي. ما أنا قلت له يا ابني أبدأ ولا لأ؟ هو أنت عارف يلا الوقت. انا كتبت خلاص. يلا ولا ايه طيب؟ استنى شوية يا أخي. سيبني شوية. ماشي. يلا طيب ولا ايه؟ يا أخي سيبني شوية. ماشي خلاص. يلا. يلا يلا يلا. أول لاعب أحدث لاعب مادويكي. مادويكي. رقم 2 كيبا. كيبا. صحيح. رقم تلاتة. 3
ستيرلينج. ستيرلينج. صحيح. رقم 4 بقى. هافرتس. غلط. جورجينيو، وبعد كده جورجينيو راح في يناير، وبعد كده هافرتز، صح؟ لا ده ما هو يقول لي الصح من النقطة الغلط. تروح للسير فينجر. صح. هافرتز بعدين جورجينيو؟ بجد والله؟ بالظبط. السؤال السادس كده 2-1. ماشي يا عم. هو سؤال صعب شوية. معلش. مين اللاعب البرازيلي الوحيد اللي فاز بكأس العالم 2002 وكوبا أمريكا 2007؟ اللاعب البرازيلي الوحيد اللي فاز كان كأس موجود في العالم. السكوادية. انا هستعين. كاكا. ينفع استعين ينفع. بالرجاله صح؟ ماشي. او مش هستعين بالرجاله، ما اعرفش هما ايه. التايم ايه طيب؟ اقرر. انت عاوز اعرف انا يا هستعين تجاوب يا بحد؟ تستعين. لا انا مش خلاص مش هستعين. طيب. مش هستعين بنفسي واقول جilberto سيلفا. يا ولد. اجابته لاي حاجه جilberto سيلفا. يا عم كبرتك اهي. انا بشاور. ماشي. ما كاكا كان فين في 2007؟ بجد انت لو شفت السكواد للدرجه دي؟ ما اعرفش الارجنتين خسروا منهم ازاي. 3-1 وانت سالت كام سؤال بسرعه؟ السؤال اللي جاي هو السؤال السابع. وفي دوري ابطال اوروبا مين هو اكتر لاعب كندي تسجيلا للاهداف؟ كندي؟ ما اعرفش غيره. جوناثان ديفيد. اجابه ما صحيحه. اعرفش غيره كندي، فهو اكيد هو. ماشي. 3-2 عشان يبقى فيه بس كونفليكت. ماشي. يلا السؤال اللي بعده. السؤال الثامن. مين هو اكتر لاعب غير الماني مثل نادي بايرن ميونخ؟ انا هستعين بفريقي. تعالى يا دكتور. تعالى تعالى تطلع. ايوه تعالى. ماشي. ان شاء الله قلابه. اجابه صحيحه. لا يا ولد. لا بقى. النتيجه معانا دلوقتي 4 لفريق السير فينجر. انا مش جاي العب، انا جاي الفريق هو اللي يلعب. للرجاله عادي. الغير محترمين. ماشي صح. بتاع التحيز باينه. السؤال التاسع. في الدوري الانجليزي الموسم الماضي صلاح كان هداف الدوري. مين كان بعده؟ مين تاني هدافين الدوري؟ لا دي سهله. يعني والله عيب. والله دي سهله. ازيك صح؟ ايه؟ اجابه صحيحه. امال ليه يا ابني اتأثرت كده؟ مستوى خارق من حسام شعيب. والله ده العادي. انا بس قعدت مع معتز شويه الفتره اللي فاتت. طيب. وطارق طبعا اخويا. السؤال العاشر معانا. هسمعكم. هو احنا هنعمل كام سؤال معلش؟ 10. 10 السؤال يعني العاشر. كده راحت كده. هو مش بس هو عشان فريقه يعني. اكيد. طيب السؤال العاشر كله معانا. بقى عشان اكيد هيجيبكوا دي. هسمعكم تعليق. مين اللي جاب الجول؟ ايه؟ مين اللي جاب الجول؟ تعليق. قولوا مين اللي جاب الجول. بموت في اللعبه دي. يلا. لكن الكرة ضاعت. سيسجل الانتر. سيعاقبونك يا سكسس على هدف كان اليودونيزي. سيعاقبونك وأي عقاب. هل هذه تضيع؟ ماذا تريد أكثر؟ عرضية. سيسجل الانتر. لا اي تاني كده. عقابهم سيكون سريعا. هو كل واحد معاه كام اجابه؟ إجابة. تمام. اجابه. شكل كده فريق عارف ورا. ماشي تعالى يا محمد. لاعب محترم ولا غير محترم؟ لاعبي المفضل. حبيبي ان شاء الله باجي لك. إجابة خاطئة. ارجع ورا. طب ممكن نغير اسم الفريق فعلا رجاله غير محترمه؟ ماشي. حسام، معاك إجابة. انا اقول دي ماركو ولا لوتارو؟ انت شايف ايه؟ انا شايف التايم مش لا، أنت هينفعش. تشوف. قول. انت عاوزني اقول دي ماركو عشان هي غلط. بس انا اقول لوتارو. إجابة خاطئة. ممكن اسمع الجون تاني ده. خلاص خلصنا كده. طيب. ممكن اسمع الجون تاني. لا اسمعوا بقى بره مع نفسك كده. طب مين يا صديقي اللي جاب الجون بقى؟ قول لنا. دي ماركو هو اللي عمل الأسيست. مين بقى جاب الجون؟ اللي جاب الجون هو مختريان.
ده فعلا ده جون مشهور جدا ان هو اول 100 متر معانا كالعاده. وبتنتهي اول تفوق هيت. كاسح ده حسام شعيب. كالعاده انا ما اعتقدش ان حد بيتفرج علينا شاف حاجه غير اللي حصل دلوقتي. الحمد لله محدش بيتفرج علينا. فهننتقل لتاني متر صح؟ تاني السلام 100 عليكم. متر. تاني 100 متر يعني بيبقى كده يبقى كام بقى؟ لا ما اعرفش، يلا يا عم. انتوا ظالميني قاعدين على الشمال وانتوا عارفين انا الشمال بتاعتي وحش. حبيبي زي الفل. وش كده اقول لك حاجه صديقي الصدوق. بس كده. يلا يا اتش رجعنا كل مره بقول لك رجعنا انا حاسس ان انا كل مره بقول نفس الجمله. يلا عايزك تجدد بقى، عايزك تجدد. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل يا مستر سيف. كابتن معتز الاسطوري. حكم الدولي، والله حكم دولي اخويا، واخويا زملكاوي يا جماعه. عايزين نقدر ان الحكم زملكاوي ودي حاجه نادره. حلو. هم كل اللي بيقعدوا على الشمال بيسيحوا. ماشي. احنا عشان كده اسمنا الرجاله المحترمين. احنا بتاع الاتوبيس يا ابني والله. يلا يا مستر سيف. ايه الاخبار؟ انا كويس. احنا داخلين الفقره. حسام شعيب اكتسح ال 100 متر اللي فاتوا. خلاص يلا 5-2. بص يا حسام. فكركم ان انتوا لسه معاكم ستريك تقدروا تستخدموها، وبرضه كل واحد ليه ان هو يستعين بفريقه في سؤال. ماشي يلا بينا. السؤال الاول من ديديه دروجبا 2012 لحد صلاح وماني 2018 مفيش ولا لاعب افريقي شارك في نهائي دوري ابطال اوروبا غير 2 لعيبه افارقه. عايزين لاعب منهم. السؤال صعب ده. 5 4 3 2 1. لا مش مجمع. ستريك. قول السؤال تاني. من ديديه دروجبا 2012 لحد صلاح وماني في 2018 ما شاركش في نهائي دوري ابطال اوروبا غير 2 لعيبه افارقه. عايزين لعيب منهم. 2 لعيبه. ماشي. 5. مهدي بن عطيه. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي بارتي وليمينا. ايه؟ ليمينا. ماريو ليمينا. ماريو ليمينا مع السؤال حلو، الامانه سؤال حلو يعني. خلينا نتفق ان السؤال حلو. حلو. السؤال الثاني معانا. في تاريخ ريال مدريد مثل النادي 3 لعيبة أتراك. جولر وأنتل توب ومين؟ انت قلت اللي انا عارفه. كنت اقول ده. هتعصب. دكتور عصام للمرة الثانية وشكله هيجيب النقطة. نوري شاهين. يا ولد يا ولد يا ولد صح. صح. السؤال الثالث معانا. امبويبو السنة دي هو اللاعب الكاميروني في صفوف مانشستر يونايتد. مين هو أول لاعب كاميروني؟ يا ولد. كنت عايز اقولها والله، كنت عايز اقولها. 7-2 لفريق السير أرسن فينجر. كنت عايز اقولها بس كنتش واثق من اجابتي، بس يلا خير الحمد لله. والسؤال اللي بعده. في قائمة الأرجنتين في كأس العالم 2022 مين كان اللعيب الوحيد في سكواد الأرجنتين اللي كان بيلعب في الدوري الأرجنتيني؟ حارس الماني. إجابة صحيحة. كنت عارفها بس انا قتلته وانا بحاول اجاوب. انا كنت مستني تقول ارجنتيني ولا امريكاني. انا ايوه بالظبط. يا ابن اللعيبه. انا كنت مستني اعرف هو دوري الارجنتين ولا دوري الامريكاني. كنت مستني الموضه اكتر فعلا. السؤال الخامس. قول. من أي نادي انتقل كانسيلو إلى نادي مانشستر سيتي؟ يوفي. إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده هسمعكم برضو تعليق. لا عادي يعني. اصل انا ما بسمعش معلقين. ممكن يعني ممكن تبقى سمعت. لا وانا ما شاء الله يعني ودني موسيقيه. حمزه مطرب يا فندم. يلا بينا. تعليق بيزك. عايزين مين اللي يسجل الجول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والاجابه اندريه شولي. إجابة صحيحة. الحمد لله. الماتش بتاع السبعه. هما 7. ده الجون. انهي واحد فيهم بقى؟ انا دماغي راحت ان الجون اللي سون لعبه طلعهم من كاس العالم 2018. ماتش 2-1 الجزائر.
لا حرام 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 يا المان، دي اللي بيحصل ده هي 7. ده الجول هي السادس. مشكله ان هي 7 في 7 اجوان. انا كام؟ قلت الاحتماليه هو الوحيد اللي جاب جونين. لا توتال. ده خلاص ما عنديش حل تاني. مش هضحك عليك. ماشي. مش ممكن. طيب. المفروض انا براجع هو ولا جاب بيقعدوا يصيروا. السؤال اللي بعده، السؤال السابع. شعار نادي مانشستر سيتي بيحتوي على شكلين. سفينه وفي نهر في النص وفي ورده حمراء. إجابة صحيحة، أنا كنت عايز السفينة. حلو. كده بس هو أعتقد لو ما جابش السؤال ده انا كنت اقول كده، بس ما جابش السؤال ده ما يبقى يقوم الراجل بيشجع مانشستر سيتي يعني يا جماعه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كده حكم محايد وحاطط مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. حلو. انت كده انت كده اساسي راجل محايد. السؤال الثامن. قول يا باشا. ما هي أول مباراة دولية رسمية للاعب محمد الشناوي؟ اوروجواي. إجابة صحيحة. رسميه. ما لعبش اي ماتش رسمي قبلها. ايوه البرتغال اول ماتش دي اصلا. ايوه. السؤال التاسع. يلا بينا. السؤال التاسع له علاقة بالدون، وعايزين أو مين كان مدرب كريستيانو رونالدو في آخر مباراة ليه أمام نادي برشلونة؟ اخر ماتش لعبه قصاد برشلونه كان اندريا بيرلو. إجابة صحيحة. صح. مستوى خارق من إتش. الحمد لله. حلو. السؤال العاشر والأخير، نتيجة 9-6، والسؤال بيقول مين هو اللاعب أو عايزين لاعب مشترك بين 2 لعيبة؟ أحمد المحمدي وأماد ديالو. احمد المحمدي وعماد ديالو. ايه القرف ده؟ احمد المحمدي وعماد ديالو. إتش أنت لسه معاك تستعين بفريقك. هستعين بالفريق وربنا يكرمه. تعالى عني ارجوك عني. يلا خد يبقى عندك إجابة. قول. الإجابة هي قول بالله عليك. تقريبا انا وانا جاي كده جات لي والله العظيم ماجواير لاعب مع يا ولد يا ولد. صح صح. لا واحده ثانيه كمان. انت اصلا كده مش هتبان في الكادر بس. مش مشكله. انا اديت له بوسه يا جماعه، هو اداني بوسه. صح. عالمي والله عالمي. إجابات قوية في الحلقة يا شباب والله. كده هتخلص تاني 100 متر معانا بنتيجة 9-7 لفريق السير فينجر. عشان لا نايس جيم يا جماعه. الراجل ده عالمي، محدش مقدره بس والله الراجل ده عالمي. مواجهة من تحدي ال30. مواجهه يكرمك. كليه الطب. اسالنا اي حاجه عنه. كلية الطب برضه. السؤال الأول معانا، يلا. مين هو أكتر لاعب غير بريطاني تدرب تحت قيادة السير أليكس؟ عصام. غير بريطاني بره ويلز وايرلندا والحاجات دي. 5 4 3 2. كانتونا. غلط. باتريس افرا. غلط. الإجابة الصحيحة فان هي دير بيتر شمايكل. اوه ماشي. كنت عارفينها. عادي يلا ماشي. السؤال التالي معانا، يلا. بالظبط. مين هو المنتخب بطل كاس آسيا عام 2011؟ طارق. 2011 انت قلت 2000 وكام؟ 11. 2011 يعني لعب كاس قارات 2012. 5 4. مع استعين بالفريق. جاي بثقة جدا. ان شاء الله. خالص والله، بس يعني وطي بس شوية عشان تبان في الكادر. فورمه. تقريبا اليابان. إجابة صحيحة. حلو خلصت كده من المساعده في سؤال مش ايه. هنحتاج مساعده ثانيه ان شاء الله. 9-8. والسؤال اللي بعده، عايزين اللاعب المشترك برضو بين ستيفن جيرارد وكول بالمر. ممكن منتخب عادي ولا نادي بس؟ ترى 5 فرقتي عارفه ولا مش عارفه؟ 4. ستيفن جيرارد وكول بالمر. منتخب عادي. 3 2. هندرسون. إجابة صحيحة. ماشي يلا. ماشي. السؤال اللي بعده، مين هو كابتن منتخب البرازيل في كأس العالم عام 94؟ دونجا.
صحيح. ده سأل. احنا ما بحبش الاسئله دي بس الحمد لله. هو يوسف ده جاي بسرعه كده محتاج ليه؟ تتدرب على الجرس. باشا متسابق سابق انا ماشي قديم بس في اللعبه انت دي. عارف هو معايا جواز تاني؟ باقي 6 اسئله، فرق 3 نقط. يلا يا باشا. السؤال اللي بعده، في 2012 مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري في اخر دقيقه. مين سجل هدف مانشستر يونايتد؟ مانشستر يونايتد. 5 ايه اللي هو بيقوله ده؟ 4 انا هاخد مساعده طبعا. 3. ماتش ساندرلاند وين روني 1-0. اجابه صحيحه. السؤال اللي بعده، مين سجل اخر هدف لمصر في نهائي افريقيا؟ انا جلست صح؟ اه في نهائي افريقيا اخر هدف لمصر اه في نهائي افريقيا. عدلي 5 4 3. محمد النني. اجابه صحيحه. انا بس بتاكد. السؤال اللي بعده، هقول لكم انتقالات وهشيل نادي، ونقول نادي مين؟ وهقول لكم اللعيب بعد ما اخلص انتقالات وانتوا تقولوا النادي مين. ماشي ماشي طيب. لو حد عرف النادي قبل ما اقول اللعيب تمام، يجاوب عادي براحته. النادي الاولاني غير معروف. انت مش هتقول لنا اللاعب؟ لا هقول لكم اللاعب بعد ما اخلص الانتقالات، يعني هقول الانتقالات الاول ماشي. من غير وفي نادي مفقود. واحنا هنحاول نعرف ايه. ماشي بعد كده هقول لعيب. ايوه فهمت. النادي الاولاني غير معروف دلوقتي يعني ده اللي انت مش هتقول. بالظبط. ماشي. النادي اللي بعده شتوتجارت. النادي اللي بعده بايرن ميونخ، واللاعب هو كيميتش. 5 4. لايبزيج. اجابه صحيحه. كنتش اعرفها كده كده فمش زعلان. كده باقي كام سؤال؟ ابو طارق بياخد نقطتين ورا بعض. باقي كام سؤال كده؟ بيفعل وضعيه التحدي. باقي كام سؤال؟ باقي 3 اسئله وبفرق نقطتين. السؤال اللي بعده، بوفون لعب لكام نادي في مسيرته؟ لعب لكام نادي فين؟ انت قلتها بس انا ما سمعتش صوت الجرس عالي. ما كملتش. لا اله الا الله. 5 4 3. لعب لكام نادي في مسيرته؟ 2. 4 أندية. اجابه خاطئه. 3. اجابه صحيحه. السؤال اللي بعده، والسؤال بيقول مين هو اكتر لاعب انجليزي تسجيلا للاهداف في الدوري الانجليزي هذا الموسم. ويلبك. اجابه صحيحه. يا عم العب اخر سؤال فور فن. حلقة اعتبره ايه في ورمزي رجالك كانت في الماتش. كده ماشي ما هو يا عم ماشي يلا. السؤال الاخير معانا كده مش هيفرق في النتيجه. يا عم اقعد ساعه ساكت. مين هو اكتر لاعب اسباني تدرب تحت القيد؟ انا ولا هو اللي داس. لا هو اللي داس. مش انا اللي داس. بجد؟ لا مش انا. انت. انا ممكن اجاوب عادي. انا هقول انا دايس. انا بقى 5 سنين. اكتر لاعب اسباني تدرب تحت قياده مش عارف مين. طيب حاجه عدلي. 5 ارمي جس. 4 3 2. كارفخال. غلط. جوارديولا. صح. من هو اكتر لاعب اسباني تدرب تحت قياده بيب جوارديولا؟ 5 4 3. رودري. اجابه صحيحه، وتنتهي الحلقه بفوز السير. يعني شوف ويلبك ما فرقتش قوي. فينجر. يا جماعه كانت هتفرق دلوقتي. بهزر يا عم. ماشي. طب يا جماعه ده جديد يذكر زي ما انتم شفتوا. خلاص الموضوع انتهى. انا زهقت ان كل شويه اجي جايبين الراجل ونكسب يعني ياسين. سفر نورنا والله انقذنا. الراجل مجاوب تقريبا 7 اسئله. واحد دي- معايا واحد معاك وجايب 4 لوحده. دي توفيق جايب 6 ربنا. أسئلة. توفيق ربنا. يعني شكلنا على يعني على اكتبوا في التيم. الكومنتات مين نجم الحلقه، عصام ولا حسام ولا انا؟ ولا انا بالنسبه لي اجابتي معروفه. ماشي شكرا جزيلا. واكتبوا مين كوز الحلقه اللي شكرا جاي يقعد معانا جزيلا. دلوقتي. مين كوز الحلقه؟ بص انا دلوقتي يعني غيرت اللعيبه وغيرت اللوكيشن اللي بنصور فيه وغيرت كل حاجه. ما غيرتش حاجه واحده بس، الحكم ده انا هغيره عشان اكسب. بس لا جديد يذكر. المهم انا احنا ابطال الحلقه. شكرا يا وزة. شكرا يا دكتور. شكرا يا حس على الاستضافه ونشوفكم الجميلة. حلقه جديده ان شاء الله من 300 متر تتابع. شكرا.